نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. صديقنا حسن بيقول لي ازاي انضف العيون. بص يا حسن، اهو انا بخلي العيون هي سكينة المعجون يا صاحبي، سكينة المعجون، وافضل اكحت بص لغاية ما احس ان صوابعي نملت. والله انا لغاية ما صوابعي، بص انا بنضف يعني ايه، مرتين في الاسبوع، عشان كده ما بتعبش. بس برضك من كتر النظافة والكحت عشان انضف العيون بحس ان ايديا خلاص مش قادر بصراحة. بص انا بحب فرد الحمام اللي قاعد على الطاجن تحت بيض، بص وايه يبقى عايز يقطع اللي يجي جنب الحصوه بتاعته. دكر دكر خايف، النساء الله اكبر عليها. اهو تنظيف اسهل منه مفيش اسهل. تنضف كده بس ما تشيلش بس الحمام من العيون لو تحتيه حصو زي كده. بص انا بنقله بس وهو قاعد وايه، اهو يمين وشمال كده اهو. ودي اللي نضفت العين الاولى والتانية والتالتة. بص خلي الخشب ايه، والله بالسكينة لغاية ما ايديا ورمت. بعد كده قوم جايب ايه شوية كلور شوية مية كده، لتر مية على نص كوباية كلور، شوية وهرش وهغرق الدنيا دي دلوقتي بإزاز. اخرم الإزازة وهرش وهغرق ونضف العيون. وادي تنظيف العيون يا صاحبي النهاردة. وصلي على الحبيب كده في الفيديو، اكتب كده في التعليقات كده عليه أفضل الصلاة والسلام، صلي على الرسول واذكر الله. أي حاجة أنت تطلبها عناية ليك يا حسن. بص من كتر النظافة، بص الصاج اتملى ازاي، نفس اتقطع. نفس اتقطع من تنظيفه لسه. يعني لسه دي اول 4 عيون انضفهم. بص الدكر ده اديته للنتاية دي، بص عامل فيها ايه. بص دول بقالهم اسبوع، عدى 8 ايام كمان قصاد بعض. بص ساعة ما خدها عمل فيها ايه، شلفت دماغها. ليه؟ ان الدكر شديد عليها. الدكر ده حديدي وهي انتايه يعتبر بلدي، بقالهم اسبوع في وش بعض بتخدها. بس ايه شلفتها بصراحة، بس خدها مش اشكال، هتخف. ده شوية بتادين بحتة قطن وروق عليها. بص منظر العين التانية اللي هنضفها دي، بص عاملة ازاي يا صاحبي، ضايعة ضايعة. بعد ما انضفها اوريها لك، اديني دقيقتين بس اوقف الفيديو وانضفها وارجع اوريها لك. بص يا صاحبي بعد النظافة اهو، والله بكحت فيها يعني. وقفت الفيديو عشان ما اطولش وقت الفيديو، بس انا بنضف فيها بقى يمكن اكتر من 5 دقايق. وقفت الفيديو بتاع اكتر من 5 دقايق بنضف فيها هي العين بس. بص نطفت فله. وبعد كده الكلور والميه واخليها تبرق. ده لو بغسلها مش هخليها تعمل كده والله. هو ده كان فيديو النهارده، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه، واللي عجبه الفيديو يدوس لايك. ولو في اي تعليق، مفيش تعليق، اذكروا الله في التعليقات. وصلوا على الحبيب.